السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد من فيديوهات كوتش سعيد كوتش من لا كوتش على. في الحلقه ديال اليوم جينا نكملوا الحديث على وليد الركراكي والسر ديالو اللي خلاه يوصل لهذاك الشيء اللي وصل له. فكنا هضرنا على انه السر بسيط، انه وليد الركراكي تبع بالحرف لو ليدرشيب والاسس ديالو. فكنا هضرنا على ثلاثه النقط اللي تيكونوا الاسس ديال لو ليدرشيب، اللي هو اول نقطه الثقه، خلق الثقه، بيل تراست بالانجليزيه، وانه هضرنا على كيفاش وليد الركراكي قدر انه يخلق الثقه مع ليكيب ديالو وحتى مع الجمهور باش انه يوصل لهذاك الشيء اللي وصل له. ولكن ما تنساوش بانه كاينين جوج نقط مازال، اللي هو كلير ستراتيجي and coach potential. واليوم جينا نهضروا على النقطه الثانيه اللي هي كلير استراتيجي، يعني تكون عندك واحد الخطه اللي هي واضحه باش انك توصل للاهداف ديالك. فاستراتيجي مهم انه الانسان يجاوب على 6 ديال الاسئله، وهذه القضيه هذه تتسمى ذا 6 رايتس. هذه واحد التقنيه باش انك تكون متاكد وكتكون متشجع انت براسك على انك تمشي في هذيك الخطه باش توصل للاهداف ديالك. هاد 6 ديال الاسئله مهمين الانسان يجاوب عليهم. واول سؤال في هاد 6 ديال الاسئله هو: واش انا عندي لي ريسورس، يعني الناس اللي هما غيخليوني انني نوصل الاهداف ديالي عن طريق هاد الاستراتيجي هذه. يعني ملي تنهضروا على الناس تنهضروا على لي زيكسبير، يعني واش عندي باغ اكزومبل وليد الركراكي السؤال اللي غادي يطرح: واش عندي الهجوم اللي خص يكون عندي، واش عندي الدفاع اللي خصو يكون عندي، واش عندي الوسط اللي خصو يكون عندي، اشنو ناقصني. هذا السؤال الاول. السؤال الثاني تيهضر على لا ستركتور، يعني واش انا عندي لا ستركتور في ليكيب ديالي اللي تتخليني ان هاد ليكيب اللي تخدم مع بعضياتها وتوصل للهدف اللي حنا غادي نوصلوا ليه بهاد لا استراتيجي هذه. النقطه الثالثه: واش هاد الناس مخلصين كيف خصهم يتخلصوا باش انهم يكونوا موتيفي ويوصلوا معايا الهدف اللي انا بغيت نوصل ليه. السؤال الرابع: واش عندي لي ريسورس، يعني واش عندي الماتيريال وعندي داكشي كافي اللي غنحتاج باش انني نوصل الاهداف ديالي بهذيك الاستراتيجي اللي انا تندرسيها لهاد الخدمه هذه. ومن بعد لي ديسيزيون: واش انا عندي الجهد انني ناخذ دي ديسيزيون في شي حوايج اللي حتى واحد ما يتدخل فيا باش انني نوصل للاهداف ديالي. وهذه القضيه هذه مهمه. وليد الركراكي تنظن انه خدا كارت بلونش من عند الجامعه الملكيه باش انه ياخذ دي ديسيزيون اللي هما كبار كيف ما بغى باش انه يوصل لهذاك الشيء اللي بغى يوصل له. وهذه الحاجه هذه مهمه. بزاف ديال الناس ما تيقدرش يكون عندهم الشجاعه انهم يقولوا لا للناس اللي كبر منهم، ولا هذه القضيه ما خداماش حيت انا كنفهم اكثر منك انت، حيت انا اكسبير في الدومين ديالي. يعني هذه القضيه هذه مهمه، والاكسبيرتيز في الدومين تتخلي الانسان انه يقدر يقول لا، ويقدر انه يصحح المسار ديال واحد ليكيب وديال واحد الجروب، واخا ان بعض المرات لي ديسيجن تيجيو من الفوق. فتقدر يقول لهم انه اسمحوا لي الا ما كانش عندي هذا ما نقدرش نوصل لهذاك الشيء اللي نتوما طالبين مني، ولا لا انا اللي باغي نوصل ليه. ومن بعد كنهضروا على القوانين: واش كاين اسي دو ريغلومونطاسيون باش انني نوصل لهذاك داكشي اللي انا بغيت نوصل ليه. فهاد ذا 6 رايتس التقنيه هذه مهمه الانسان يبدا بها قبل ما يمشي في ليكزيكسيون د لا استراتيجي ديالو. يعني كيدريسي واحد لا استراتيجي، ها فين بغينا نوصلنا، ها شنو الطريقه اللي بغينا نوصلوا ليها، ولكن قبل ما نمشيو في ليكزيكسيون اجي نجاوبوا على هاد 6 الاسئله. فهي كانت هذه اول حاجه. ثاني حاجه خاصكم تعرفوا بانه الانسان في لا استراتيجي خصو انه يعطي اهداف لكل واحد من ليكيب. الهدف ديالك انت هو هذا، الهدف ديالك انت هو هذا، والهدف ديالك انت هو هذا. خاصكم تعرفوا بان شحال من كثرتي الاهداف شحال من الناس تيوصلوا قل للاهداف. يعني الاهداف خصهم يكونوا قل. يعني الا كان عندك 4 ديال الاهداف باش توصل لهم ب4 بهم صعيب، ولكن الا وصلتي لجوج فديجا انها مزيان وتتعطي ديك لا موتيفاسيون باش انك توصل اكثر. فاوطون كو ليدر دائما حاول تقلل من الاهداف، او لا في هدف واحد تجمع جوج. عرف دائما كيفاش تجمع الاهداف في واحد الجمله. فتقليل الاهداف هي واحده من الحوايج اللي تخليو الاستراتيجيه انها تكون قويه. حاجه ثالثه: فدائما الهدف خاصو يكون ميزورابل، يعني الانسان يشوف الخدمه ديالته بانها دارت شي حاجه في لو تيران. وهذه واحد الحاجه اللي هي مهمه حتى هي في لو ليدرشيب. ومن بعد خاصنا نكونوا كلير فوقاش كل واحد فينا
خصو يوصل لواحد الهدف، يعني ذا ديدلاينز، يعني النقطه النهايه اللي انا خصني في ديك الوقيته هذيك نكون وصلت لهذاك الهدف مع ليكيب كامله. يعني كل واحد عنده اهداف بالوقت، محددين بالوقت اللي غادي يخليو ليكيب توصل لهذاك الشيء اللي وصل له. حيتاش ما يمكنش واحد خدام بواحد لوغيتم وواحد خدام بريتم كبر منه، فدائما حنا كنحتاجوا بعضياتنا. فانا الا كنت خدام بلوغيتم كبر من لو كوليك ديالي ولا من واحد في ليكيب ديالي، فنهار انا غنحتاجو غادي يقول لي بلاتي تسناني حيتاش انا باقي ما وصلتش لديك ليطاب اللي انت فيها. فدائما الانسان يعرف انه ياليني الاهداف والوقت ديال الاهداف لكاع لي تيم ممبرز اللي عندك في ليكيب. فهادو نقط مهمه في كلير استراتيجي اللي خص كل واحد يتبعهم باش انه يوصل الاهداف مع واحد ليكيب. فهاد الشيء هذا تنظن وليد الركراكي طبقوا بالحرف باش انه وصل لهذاك الشيء اللي وصلوا اليوم. بقى لينا نقطه واحده في الليدرشيب غادي نكوفريوها في فيديو جديد مور هذا، تسناونا، وغادي تكون النقطه ديال كوتش بوتنشال. تبارك الله عليكم والله يعاونكم، تهلاو.